الهجرة أكدت على أعظم معنى في الهجرة: المعاني قبل المباني، والأديان قبل الأوطان. ما في حاجة اسمها الوطن، الدين قبل الوطن، والوطن بغير دين لا يساوي شيء وإن كان مكة. الصحابة دي وطنوا شنو؟ مكة. وصلوا وطنوا شنو؟ مكة. مكة لما منع فيها الدين وانتشرت فيها الوثنية تركت. الآن الناس للأسف الشديد كثير من السياسيين في العالم الإسلامي لأجل الحفاظ على وحدة التراب الوطني يقدمون التنازلات في ثوابت الملة والأمة في سبيل المحافظة على الوطن. إن الوطن إذا خلا من العقيدة والدين لا قيمة له وإن كان مكة. درس عجيب يا إخواننا. هل زول فكر في الدرس ده؟ قال الناس دي خلوا مكة. هل تظن أنه ليست لديهم ذكريات في مكة وليس لهم ارتباط بمكة؟ الوطن هو الوطن. وقد أسلفت لك في الدرس الماضي أن الخروج من الوطن كالموت. ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. الخروج من الوطن صعب، ولكن الدين أجل من الوطن. الهجرة تؤكد أن الدين فوق الأوطان، وأن الدين قبل الأوطان، وأن الأديان قبل الأوطان، وأن المعاني قبل المباني. في مكة أجل مبنى من حيث البناء بيت الله الحرام الذي بناه إبراهيم إرث إسماعيل، فيه أجل بناء ترك البناء، لأن البناء بغير التوحيد والمعاني لا قيمة له. وبالتالي المعاني قبل المباني. كم أود أن نعلم أن القوميات باطلة في قضية الهجرة، وأن العصبيات باطلة، وأن الارتباط بالأوطان بغير دين لا قيمة الأوطان بغير دين. نعم الدين يتقوى إذا وجد وطنا كما حصل في المدينة، لكن الوطن لا قيمة له إذا لم يكن فيه دين. وبالتالي إن من أعظم معاني الهجرة التي ينبغي أن نركز عليها وأن ندندن حولها وأن نستلهمها أن نقول بأن الدين قبل الوطن. والدليل أن هؤلاء الصحابة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعهم هجروا أوطانهم لأجل دينهم. هل يبقى بعد ذلك مستمسك للحديث عن الوطن؟ نحن أمة إسلامية وفقط، والقبيلة والأوطان إنما للدفع الإيجابي. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأوطان ليست الفتنة بين الناس لتصنع الفتنة بين الناس.